من مزامير أبينا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول، وجعلوا مساميرا في جسدي. فلا تهملني يا ربي وإلهي. هللويا. ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي. اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي اقترعوا. تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم، وقالوا إن كان آمنا واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه إن كان أراده. هللويا. اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير، بركاته علينا آمين. حين أخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك، ووضعوه على رأسه، وجعلوا قصبة في يمينه، وكانوا يكسون على ركبهم قدامه ويستهزئون به، قائلين السلام يا ملك اليهود. وكانوا يبصقون على وجهه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. فلما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه، وأخذوه ليصلبا. وفيما هم خارجون وجدوا رجلا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له جلجثا، الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة، ولما ذاقا لم يرد أن يشربا،
ولما صلبوه اقتسموا ثيابي بينهم مقترعين عليها، ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا قضيته فوق رأسه مكتوبة هكذا: هذا هو ملك اليهود. حينئذ صلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، وكان المجتازون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين: يا ناقض هيكل الله وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك إن كنت أنت هو ابن الله، فانزل عن الخشبات. وكذلك كانوا رؤساء الكهنة وكتبة الشعب يستهزئون به قائلين: خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل عن الصليب لنؤمن به. إن كان متوكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده، لأنه قال: أنا هو ابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلب معه كان يعايرانه. ومن وقت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى وقت الساعة 9، والمجد لله دائما.